وداعا كابتن محمد صبري. يعني يمكن دي احسن حاجه حصلت في ماتش النهارده، ودي الحاجه الوحيده اللي استفدناها من مباراه النهارده جنب الثلاث نقط. يمكن والله ما فيش حاجه تتقال ولا فنيا ولا اي حاجه، لان لعيبه الزمالك ما قدمت لناش اي حاجه في ماتش النهارده خالص. يعني كسل غير مبرر للعيبه بصراحه. اللعيبه نايمه في ارض الملعب، تحس ان اللعيبه مش عايزه تلعب الماتش، او في حاجه غريبه انا مش فاهمها. يمكن افضل لاعب عندك في الماتش النهارده محمد عواد، لانه انقذك من فضيحه كانت ممكن تحصل في ماتش النهارده، وان الزمالك يتعادل او يخسر لولا تألق محمد عواد. لولا محمد عواد كان ممكن جدا الزمالك ما ياخدش الثلاث نقط بتوع ماتش النهارده. تغييرات النهارده حصلت في الماتش ملهاش اي لازمه، شفنا لعيبه نزلت ما قدمتش اي حاجه. الحاجه الوحيده اللي يمكن عايز اتكلم فيها هو دونجا واهميه دونجا مع نادي الزمالك. الحقيقه دونجا لما بقى بيخرج من نص ملعب نادي الزمالك تحس ان مفيش نص ملعب اصلا. والحقيقه اللي لازم تتقال ان دونجا السنه دي بيقدم مستوى كويس جدا، حظه وحش بسبب الاصابات، ولكن لازم بعض من جمهور نادي الزمالك يعرف اهميه دونجا ويساند اللاعب، لان اللعيب ده فعلا احنا مش هنعرف نعوضه لما بيكون في مستواه، فمحتاج مننا المسانده. الحمد لله 3 نقط مهمين قوي في مشوار الزمالك في الكونفدراليه. فوز اول لان ده اول ماتش في المجموعات، فانت لازم ولابد ان انت تاخد ال3 نقط، لان الماتش على ارضك وسط جمهورك، وبنودع كابتن محمد صبري، فما كانش ينفع اليوم ده ينتهي غير بال3 نقط. اتمنى نشتغل الفتره الجايه على الاداء. كابتن احمد عبد الرؤوف انت محتاج تشتغل على اداء اللعيبه شويه، لان المستوى مش في احسن حال خالص، المستوى بيتراجع مش بيتقدم، فاحنا لازم نشوف حل للموضوع ده عشان الماتشات الجايه المفروض ان هي اصعب واهم بكتير، سواء كان في الدوري او في الكونفدراليه. بس كده مفيش حاجه تانية تتقال للامانه. الحمد لله على ال3 نقط، الحمد لله على الفوز المهم دوت رغم الاداء الضعيف. ان شاء الله القادم يكون احسن لنادي الزمالك. مبروك لكل جمهور نادي الزمالك، الحمد لله.